أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس البودي بيلدينج المقدم من ISA بالعربي يونت 16 بعنوان بودي بيلدينج سبورتس ميثولوجي. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الاخيره من كورس بودي بيلدينج بالعربي. تقدروا تسموا الحلقه دي باختصار الابحار في عقل لاعب كمال الاجسام. كتير قوي من اللعيبه بيبدا طريقه وبيبقى هدفه البطولات، لكن كتير منهم جدا ما بينجحش على ارض الواقع. يا ترى ايه هو السبب؟ يا ترى هل باد جيناتكس عنده جينات مش كويسه؟ ظروف الحياه شويه رخمه عليه؟ ترى ايه هي التحديات وايه هي القواعد اللي المفروض لو مشينا عليها اكون لاعب كمال الاجسام ناجح؟ هنا في الكتاب بيقول لك ان السبب الرئيسي ان هم كانوا ليسوا مستعدين عقليا. طبعا تؤدي الاعطال العقليه الى اخطاء جسديه زي حبك او كرهك للدايت بتاعك، زي طريقه تمرينك واسلوب تمرينك ونظرتك للموضوع. في ناس تيجي تعمل دايت تحس ان هي قرفانه من العيشه واللي عايشينها، فبالتالي كل ماتش وكل تقدم ليه بيكون بيزداد اكثر صعوبه وما بيحطوش على الخانه الصح. كل ده مغذى بيه العقل الباطن نتيجة تجارب سلبية قبل كده مرينا بيها. الحياة الاجتماعية المنعزلة للاعب كمال الأجسام ليها تأثير؟ طبعا ليها تأثير. العاطفية والجنس الآخر ليه تأثير برضه. تحت الاسترويد ليها تأثير نفسي؟ ليها تأثير نفسي. الانعزال والاكتئاب وعدم ان انت مركز على فكرة واحدة بس ولاغي بقية الافكار ليها تأثير برضه في نجاحك لاعب كمال أجسام او لا. او ان عقلك الباطن مغذى ببعض المعلومات الغلط عن لعبة كمال الاجسام. زي ايه؟ من واحنا صغيرين من اول ما حبينا يعني ايه عضلات كنا بنشوف صور في المجلات للعيبة كتيرة كبيرة وكنا بنتمنى ان احنا نعمل نفس الشكل ده، بس الحقيقة ان هم ورونا الصور ما وروناش الناس ديت في اسوأ صورها بيبقى عامل ازاي. بخلاف ان احنا ما كناش نعرف 100% قوي ان ده نتاج عبارة عن شوية استرويدز على شوية مكملات على شوية دايت، على ان لما بيطلع ياخد الصورة دي بيبقى قاطع بقى شوية للمية، منظم الصوديوم، حاجات كتير قوي وتفاصيل. بلس ان ما كناش نعرف برضو قد ايه اللعبة دي مكلفة وان هي بتحتاج مزيد من الوقت ومزيد من الجهد، وان انت تكون متفرغ ليها بطريقة كبيرة جدا عشان تقدر توصل للعمالقة دول او توصل للمستوى ده. طبعا بعد ما كبرنا واتصدمنا بالواقع العملي، ازدياد المسؤوليات الاجتماعية حوالينا، وعرفنا ان احنا محتاجين نصرف قد ايه وقد ايه البطولات او الالعاب الفردية سواء في بلادنا مش واخدة الفرصة الكبيرة قوي اللي تقدر تعوضها في المستوى. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zaynab to new